السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أشطر طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنحل تدريبات سلاح التلميذ صفحة رقم 77 و 78 في كتاب سلاح التلميذ على الدرس الأول في الوحدة الثانية. وطبعا قبل ما نبدأ عايزة أفكركم اللي مش مشترك في القناة يشترك علشان يوصل له كل دروس المنهج وحل أسئلة سلاح التلميذ. وبرضو قبل ما نبدأ عايزة أفكركم إن هسيب لكم شرح كل الدروس اللي فاتت بحل أسئلة سلاح التلميذ في الوصف تحت. يلا بينا نبدأ مع بعض حل السؤال الأول صح وغلط. رقم 1 بيقول لي بتتنوع طبيعة المدن المصرية وفقا لموقعها. طبعا صح سنة رابعة. ليه؟ لأن احنا قلنا إن احنا عندنا المدن بنقسمها حسب المكان، يعني في مدن صحراوية وفي مدن ساحلية، وقلنا في مدن كمان موجودة على ضفاف نهر النيل، يبقى احنا عندنا المدن بنقسمها حسب الموقع بتاعها. طيب رقم 2 بتنتشر المناطق الزراعية في القرى وحول المدن. برضو صح، قلنا ان المناطق الزراعية دي بتكون موجودة في القرى، يعني الأماكن اللي هي فيها زرع وأراضي زراعية، وكمان بعض المدن هنلاقي فيها برضو زرع، يعني هنلاقي فيها مناطق زراعية. طيب رقم 3 استقر المصريون القدماء في الصحاري بسبب وفرة المياه العذب. غلط. ليه؟ احنا متفقين طالما في صحراء يبقى على طول قلة المياه، مفيش وفرة في المياه أبدا في الصحراء، يبقى رقم 3 غلط. رقم 4 جامع عمرو بن العاص أول جامع أقيم في إفريقيا. صح، مش بس في إفريقيا، ده أول جامع كمان اتبنى في مصر. طيب رقم 5 بتحتوي المناطق الصناعية على معالم أثرية تجذب الزوار. غلط، بس غلط ليه؟ لأن هي ما كانتش المناطق الصناعية، كانت المناطق السياحية. المناطق اللي هي فيها سياحة اللي هي بيكون فيها آثار، دي اللي بيكون فيها سياحة كتير، في زوار كتير بيجولها سواء من جوه البلد أو من خارج البلد. يبقى مش المناطق الصناعية، هنشطب هنا المناطق الصناعية ونكتب بدلها ايه؟ المناطق السياحية. طيب رقم 6 تضم المناطق السكنية المنازل التي يعيش فيها السكان. صح، طالما مناطق سكنية يبقى على طول هي المناطق اللي بيعيش فيها السكان. طيب 7 تستفيد المدينة من المنتجات الصناعية التي توفرها القرية. غلط، بتستفاد المدينة من المنتجات الزراعية مش الصناعية. احنا اتفقنا ان القرى بيكون فيها منتجات زراعية اللي هي الخضروات والفواكه، يبقى منتجات زراعية مش صناعية. طيب رقم 8 بتقع مدينة شرم الشيخ على ضفاف نهر النيل. غلط، مدينة شرم الشيخ بتكون موجودة فين؟ عند البحر الأحمر، يعني من المناطق الساحلية، مش على ضفاف نهر النيل خالص. طب فاكرين ايه اللي كان على ضفاف نهر النيل؟ نفتكر مع بعض يا سنة رابعة. مدينة القاهرة ومدينة ايه كمان؟ ومدينة أسوان. يبقى مدينة القاهرة ومدينة أسوان دول موجودين على ضفاف نهر النيل. طيب أمال مدينة شرم الشيخ دي موجودة فين؟ لا، دي موجودة بقى عند البحر الأحمر. طيب رقم 9 بنيت الكنيسة المعلقة فوق برجين من كنيسة قديمة. غلط، احنا قلنا ان الكنيسة المعلقة اتبنت فوق برجين من حصن بابليون، يبقى ما كانتش كنيسة قديمة، لا، كان حصن قديم وكان اسمه حصن بابليون، كان في برجين كده بقايا برجين، فراحوا بنوا فوقيهم الكنيسة دي، عشان كده سموها الكنيسة المعلقة لأنها بنيت فوق برجين. فكان اللي يشوف الكنيسة دي سنة رابعة يحس إن هي متعلقة كده فوق الأرض، عشان كده سموها الكنيسة المعلقة. طيب رقم 10 تستفيد القرية من المنتجات التي توفرها المدينة. صح، القرية بتستفاد من المنتجات اللي بتوفرها المدينة. طيب المنتجات دي زي ايه قلنا؟ زي المنتجات الصناعية وكمان الخدمات. طيب رقم 11 تسهم المناطق الصناعية في تقليل التلوث البيئي. غلط، المناطق الصناعية دي سنة رابعة هي أكتر أماكن بتطلع لي هواء ملوث، يعني بتلوث لي الهواء، يبقى من أكتر الأماكن اللي بتطلع إيه؟ هواء ملوث، بتلوث لي البيئة. يبقى ما ينفعش يجي لي سؤال يقول لي إيه؟ بتسهم المناطق الصناعية في تقليل التلوث البيئي. طبعا غلط، لا، دي بتزود التلوث البيئي. طيب نيجي لرقم 12 المدينة هي تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. لا، طالما أنشطة زراعية وتربية حيوانات يبقى على طول القرى مش المدينة خالص. أمال المدينة دي إيه؟ قلنا ساعتها إن هي تجمع سكني وبيكون فيه
الخدمات والأنشطة، وقلنا ساعتها الأنشطة زي الأنشطة الصناعية والتجارية. يبقى رقم 12 عندي بيقول لي المدينة هي تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. غلط، دي القرى مش المدينة. طيب 13 تتبادل المدينة والقرية المنافع فيما بينهما. صح، يعني كل واحد فيهم بياخد من التاني حاجة. يبقى المدينة بتاخد من القرية حاجة والقرية بتاخد من المدينة حاجة. طيب رقم 14 تتركز الأنشطة الصناعية في القرية. لسه قايلين غلط، في المدينة. طالما أنشطة صناعية يبقى في المدينة. طب لو أنشطة زراعية تبقى على طول في القرية. طيب 15 توفر القرية المنتجات الزراعية. صح. طيب يلا بينا نشوف السؤال التاني عندي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 تعد القرية مركزا لنشاط ايه؟ نشاط الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة ولا الصيد؟ طالما قرية يبقى نشاط ايه؟ على طول قلنا الزراعة. ايوه كده، مش صحصحين ومركزين يا سنة رابعة. طالما قرية يبقى أنشطة زراعية. طيب لو مدينة يبقى أنشطة صناعية. طيب رقم 2 أي مما يلي يعد مدينة صحراوية؟ تعالوا نشوف كده الاختيارات اللي عندنا. الاسكندرية؟ لا. طيب القاهرة ولا الخارجة ولا بورسعيد؟ القاهرة لا، لأن دي موجودة على ضفاف نهر النيل، وقلنا الاسكندرية موجودة عند البحر المتوسط يبقى لا برضو. طيب بورسعيد قلنا لا، دي موجودة في المناطق برضو الساحلية. أمال إيه؟ بقى عندنا الخارجة. الخارجة هي الوحيدة اللي موجودة في منطقة صحراوية، ودي من الأمثلة اللي خدناها في الكتاب عندنا، يبقى هنختار الخارجة. طيب رقم 3 تحصل المدينة من القرية على المنتجات الإيه؟ ركزوا، بيقولك هنا المدينة بتاخد من القرية إيه؟ هل منتجات زراعية ولا صناعية ولا تجارية ولا تكنولوجية؟ لا، المدينة بتاخد من القرية منتجات زراعية، يبقى هنختار الزراعية. طيب رقم 4 استفاد المصريون القدماء من التربة الخصبة في نشاط التجارة ولا الصيد ولا الزراعة ولا الرعي؟ خدوا بالكم، قال لك هنا المصريين استفادوا من التربة الخصبة ايه؟ احنا اتفقنا طالما في تربة خصبة يبقى هنزرع على طول، يبقى هنختار الزراعة. طالما في تربة خصبة يبقى على طول المصري القديم قاعد في المكان دوت وهيبدأ يزرعها، يبقى استخدمها في النشاط الزراعي. طيب رقم 5 يتم بناء المصانع غالبا على أطراف المدن بعيدا عن المناطق السكنية لتقليل ايه؟ هل الازدحام؟ لا طبعا. طيب التلوث؟ ايوه هي التلوث. مش هنكمل باقي الاختيارات. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان المصانع دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي هواء ملوث، بيلوث لي الهواء بتاع المدينة، عشان كده بيبنوها على أطراف المدن، يعني الأماكن البعيدة خالص عن المناطق السكنية. يبقى ليه بيبنوها بعيد عن المناطق السكنية؟ لتقليل التلوث. طيب آخر سؤال في اختياري عندي. توجد الكنيسة المعلقة في مدينة ايه؟ الإسكندرية ولا بورسعيد ولا القاهرة ولا الغردقة؟ مين فاكر يا سنة رابعة الكنيسة المعلقة كانت فين بالظبط؟ كانت في مدينة القاهرة على فكرة، وجامع عمرو بن العاص برضو موجود في القاهرة. الاتنين موجودين في مدينة القاهرة عشان ما تتلخبطوش. طيب السؤال الثالث عندي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. رقم 1 القرية تجمع سكني تتركز فيه أنشطة تربية الحيوانات وإيه؟ والأنشطة الزراعية، يبقى هنكتب هنا الأنشطة الزراعية. طيب 2 تطل مدينة الإسكندرية على البحر. الإسكندرية لسه قايلينها موجودة على البحر الإيه؟ المتوسط. أيوة كده. طيب رقم 3 أول جامع أقيم في مصر هو جامع كان اسمه إيه اللي إحنا خدناه في الدرس الوحيد؟ جامع عمرو بن العاص. وقلنا إن هو ما اتبناش بس أول جامع في مصر، لأ ده كان أول جامع يتبني كمان في إفريقيا كلها. طيب رقم 4 عندنا بيقول توفر المدينة المنتجات الصناعية، أما القرية فتوفر المنتجات الإيه؟ الزراعية. السؤال ده اتكرر كتير قوي سنة رابعة، يعني المفروض نكون حفظناه خلاص. مدينة يعني منتجات صناعية، طيب قرية منتجات زراعية. طيب رقم 5 استقر المصريون القدماء بجوار نهر النيل بسبب وفرة المياه العذبة. يبقى المصريين زمان قعدوا جنب نهر النيل ليه؟ لأن فيه مية عذبة،
وكمان في تربة خصبة. يبقى هنا قالك ايه؟ وفرة المياه العذبة. طيب رقم 6، توجد مدينة أسوان على ضفاف نهر النيل. سهلة، يبقى مدينة أسوان بتوجد على ضفاف نهر النيل. طيب نيجي لرقم 7، تتركز الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات في المناطق الإيه بقى؟ السكنية. طالما فيها مدارس وفيها مستشفيات يبقى على طول المناطق السكنية، يعني المناطق اللي احنا عايشين فيها لازم طبعا يكون فيها مدارس ويكون فيها مستشفيات. طيب رقم 8، تطل مدينة الغردقة على البحر. طالما قلنا الغردقة، الغردقة فين؟ يبقى على البحر الأحمر على طول. طيب السؤال الرابع عندي، اكتب ما تشير إليه كل عبارة. تعالوا نبدأ برقم 1، مناطق مخصصة للتنزه، منها الأندية الرياضية والحدائق العامة الكبرى. دي كان اسمها المناطق الإيه؟ المناطق الترفيهية. طيب رقم 2، مناطق بتنتشر في القرى وحول بعض المدن وتنتج المحاصيل والغذاء. اتفقنا، طالما فيها محاصيل وغذاء تبقى على طول المناطق الايه؟ المناطق الزراعية. طيب رقم 3، تجمع سكني تتركز فيه الخدمات وأنشطة الصناعة والتجارة. هو قال لي تجمع سكني، يعني هنتكلم يا إما عن قرية يا إما مدينة. طيب هو قال لي هنا تجمع سكني فيه خدمات وأنشطة صناعية وكمان تجارية. أول ما الاقي أنشطة الصناعة والتجارة يبقى على طول المدينة. يبقى رقم 3 المدينة، اللي هو إيه؟ تجمع سكني تتركز فيه الخدمات وأنشطة الصناعة والتجارة. طيب رقم 4، مناطق مخصصة لإقامة المصانع لتوفير المنتجات المتنوعة. طالما منطقة هنعمل فيها مصانع تبقى المناطق الصناعية. شاطرين يا سنة رابعة. طيب رقم 5، مناطق تضم معالم أثرية أو طبيعية وتسهم في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل. أول ما تلاقوا معالم أثرية يعني آثار يبقى على طول مقصود بها إيه؟ المناطق السياحية. يبقى رقم 5 المناطق السياحية. طيب رقم 6، تجمع سكني تتركز فيه أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات. طالما أنشطة زراعية وتربية حيوانات يبقى على طول القرية. طيب نيجي للسؤال الخامس، فسر العبارات التالية. يعني سؤال بما تفسر. رقم 1 بيقول لي تعد المناطق الزراعية ثروة قومية، السبب؟ هنقول لأن المناطق الزراعية توفر الغذاء والمحاصيل، يبقى هي ثروة قومية. ليه؟ لأن المناطق الزراعية توفر الغذاء والمحاصيل. طيب رقم 2، أهمية جامع عمرو بن العاص، إيه سبب أهميته؟ لأنه كان أول جامع يا سنة رابعة يتبني في مصر وكمان في إفريقيا كلها، عشان كده هو مهم جدا. يبقى إيه أهمية جامع عمرو بن العاص؟ لأنه أول جامع أقيم في مصر وإفريقيا. أول جامع أقيم في مصر وإفريقيا. طيب رقم 3، أهمية الحدائق الكبرى في المدن. إيه أهمية الحدائق في المدن؟ لأنها توفر الأماكن الترفيهية في المدن، كما تعمل على تنقية الهواء. يبقى تاني، لأنها توفر الأماكن الترفيهية في المدن وتعمل على تنقية الهواء. طيب رقم 4 آخر سؤال في فسر عندي، بيقول لي أهمية المناطق الصناعية. هي ليه مهمة قوي بالنسبة لنا المناطق الصناعية؟ لأنها توفر المنتجات المتنوعة. يبقى أهمية المناطق الصناعية لأنها توفر المنتجات المتنوعة. طيب آخر سؤال معانا السؤال السادس، أجب عما يلي. رقم 1 بيقول لي ما النتائج المترتبة على وجود الحدائق العامة الكبرى في المدن؟ ترتب على ذلك إيه؟ تعمل على تنقية الهواء. بس هي دي الإجابة، تعمل على تنقية الهواء، يعني بيكون الهواء نقي جدا وحلو جدا، عكس طبعا لما تكون قاعد في منطقة صناعية، عكس لما تكون قاعد في المدينة بتاعتك. لا، الحدائق الهواء بتاعها بيكون نقي جدا. يبقى النتائج اللي ترتبط على وجود الحدائق العامة في المدن تعمل على تنقية الهواء. طيب رقم 2 سؤال دلل على تبادل المدينة والقرية المنافع، يعني الاتنين بيتبادلوا المنافع ما بينهم. ايه الدليل على الكلام ده؟ هو عايز دليل دلوقتي يا سنة رابعة. طيب احنا عندنا دليل قوي جدا خدناه في الدرس، ان بتوفر المدينة الخدمات والمنتجات الصناعية وتستفيد منها القرية. حلو جدا. طيب ايه كمان؟
وتوفر القرية المنتجات الزراعية وتستفيد منها المدينة. يبقى ده دليل ولا لأ؟ طبعا دليل. القرية بتوفر المنتجات الزراعية اللي بتستفاد منها المدينة، والمدينة بتوفر الخدمات والمنتجات الصناعية اللي تستفاد منها القرية. يبقى الإجابة إيه؟ توفر المدينة الخدمات والمنتجات الصناعية وتستفيد منها القرية، وتوفر القرية المنتجات الزراعية وتستفيد منها المدينة. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 3، كيف تؤثر المناطق الزراعية والمناطق السياحية على اقتصاد مصر؟ في السؤال ده قصد يقول لنا ان المناطق الزراعية دي بالنسبة لمصر ليها أهمية كبيرة قوي، فيبقى ازاي بتأثر على اقتصاد مصر وكمان المناطق السياحية. تعالوا نشوف الأول المناطق الزراعية. يعني المناطق الزراعية بالنسبة لاقتصاد مصر هي ثروة قومية، مش احنا قلنا كده؟ يبقى تعد المناطق الزراعية ثروة قومية. ليه؟ لأنها تنتج المحاصيل والغذاء. يبقى تاني، تعد المناطق الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لأنها تنتج المحاصيل والغذاء، عشان كده بالنسبة لمصر ممكن تأثر على اقتصادها. طيب أما المناطق السياحية هنقول لأنها تسهم في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل. يبقى المناطق السياحية ممكن تأثر على اقتصاد مصر. ليه؟ لأنها تسهم في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل. يبقى الإجابة كلها على بعض بقى تتكتب إزاي؟ هنقول المناطق الزراعية تؤثر على اقتصاد مصر لأنها توفر المحاصيل والغذاء، والمناطق السياحية لأنها تسهم في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل. طيب آخر سؤال معانا النهاردة سؤال رقم 4، ماذا يحدث إذا تم تحويل منطقة زراعية إلى منطقة صناعية؟ يعني أنا دلوقتي عندي منطقة بزرع فيها، هحولها إلى منطقة صناعية. إيه اللي هيحصل لو أنا عملت كده؟ أول حاجة قلة الإنتاج الزراعي، ماشي؟ طيب وتاني حاجة يؤثر ذلك على اقتصاد مصر. احنا لسه كنا قايلين ان هي ثروة قومية بالنسبة لمصر، معنى كده ان انا لما اخد ارض زراعية بالنسبة لي ثروة قومية اروح عاملاها ارض صناعية، ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤثر على اقتصاد مصر وكمان هيقلل لي انتاج المحاصيل الزراعية بتاعتي. يبقى قلة المحاصيل الزراعية وكمان تؤثر على اقتصاد مصر. وبكده سنة رابعة نكون خلصنا حل أسئلة سلاح التلميذ على الدرس الأول من الوحدة التانية. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الدروس بتاعة المنهج وحل الأسئلة، وهسيب لكم شرح كل الدروس اللي فاتت في الوصف تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.